الفلوس مش هي اللي بتخرب البيت، لكن اللي بيخرب البيت هي طريقة إدارة الفلوس دي، ومين اللي شايف نفسه أحق بيها عن التاني. معايا كده مشكلة جديدة، يلا مع بعض. جوزي بخيل قوي، ده في نظري وفي نظر الناس لما بحكي لهم عن مشكلتي، بس هو بيقول انه بيوفر للمستقبل. كل ما اطلب حاجة يقول لي مش وقتها. انا بحس اننا مش شركاء في القرارات، هو اللي بيقرر نصرف ايه على ايه ومين يستحق ومين لأ. بقينا بنتخانق كل شهر بسبب الفلوس، وهي السبب الرئيسي في بعدنا، وبقيت بنعى هم يوم قبض المرتب بسبب الخناقة. اتصرف ازاي؟ طبعا يا حبيبة قلبي، انا قلت في بداية الفيديو ان مش المشكلة هي الفلوس، المشكلة في ازاي بندير الفلوس. هل الفلوس دي احنا واخدينها ان هي مصدر للسعادة ولا مصدر للتحكم والسيطرة؟ هل اللي بيدير الفلوس بدافع ان احنا في علاقة اسمها شراكة، ولا في علاقة شايف ان هو المتحكم واللي مسيطر على الاداء جوه العلاقة دي؟ تفرق كتير قوي. وطبعا كلنا عارفين ان العلاقة الزوجية الناجحة بتقوم على الشراكة، مش مين اللي يستلم الدفة ومين اللي ينجح ان هو اللي هيمسك السفينة ويتوجه. لان لو في طرف من الاطراف بدأ يحس او يستشعر ولو من بسيط انه في حد بدأ يسيطر على ابداء القرارات المالية لوحده من غير ما يرجع للطرف التاني، الطرف التاني بيبدأ يحس بعدم الامان، وانه مش كافي، وانه في علاقة فيها توتر وشك وعدم امان، وده طبعا كله بيؤدي لخراب البيت في النهاية. يعني الفلوس لو وصلت العلاقة بتاعتكم ان هي تبقى صراع على السلطة، مش وسيلة ليكون في تعاون وشراكة بينكم انتوا الاتنين، احنا كده رايحين في حتة مش حابينها ابدا. يعني احنا محتاجين ان كل طرف في العلاقة يحس انه جزء من المنظومة دي، مش مجرد منفذ او بيمشي على خطى الشخص اللي بيسيطر او بيدير العلاقة. طيب نوصل لده ازاي او نوجه الشخص ده ازاي؟ يلا معانا في تريكات كده بسيطة عشان نقدر نوصلها بصورة حلوة ولطيفة وهادية، والطرف الاخر ما ينزعجش من الطريقة بتاعتنا. اول حاجة واهم حاجة، ما استناش لحد ما الخناقة تيجي وابدأ اقول انا بقيت ولا الضالين امين. لا، اخصص وقت صغير جدا ويبقى النقاش عبارة عن حوار مش مواجهة، مش مين اللي ينتصر، مش مين اللي يثأر، مش مين اللي يبقى اخد الدفة وخلاص انا انتصرت. لا، انا بقعد في حوار هادي ونقاش بناء وفعال وباسلوب كويس، وابدأ اقول احنا هنعمل ايه الشهر ده، احنا، مش انت مخطط تعمل ايه او انا عايز ايه، احنا الاتنين هنعمل ايه. بعد كده بيجي دور الشفافية بقى، شفافية والوضوح والصراحة. ما ينفعش انا اكون بدير منظومة المال واكون معرفش الطرف الاخر خالص انا عليا التزامات ايه، او انا المفروض اولوياتي ايه في الحياة، او المفروض ادفع ايه او اوفر ايه او اختزن ايه، او رؤيتي للمستقبل ايه، او انا اقدر او استطيع اعمل ايه وانا ما استطيعش اعمل ايه، ومطالب بيه انه يقول ورايا امين وهو من غير ما يفهم. ما هو احنا كده مش بني ادمين، احنا كده حاجة تانية. حلوة قوي لما نبدأ نحدد الاولويات برضو احنا الاتنين مع بعض. يعني قبل المصروف كده بنتفق احنا بكرة في المصروف جاي، طب تعالى نقعد كده يا حبيبي نحدد ايه الاولويات. طب انا كنت نفسي او بأتمنى او بطمح ان الشهر ده اجيب 1 2 3 4، فنبدأ نسأل طب ايه الاهم، ايه المهم، ايه الاولوية القصوى، ان لو ما جاتش في الشهر ده الدنيا تخرب مثلا، البيت ما ينفعش يمشي من غيره، واكتب 1 2 3 4. طيب انا وصلت معاه ايه؟ بقى في نقاش، بقى في حوار، بقى في لفت نظر بطريقة بسيطة ولطيفة ان انا احتياجاتي 1 2 3 اصبحت اولويات واهميات، والمفروض نعمل ايه على حساب ايه، ونأجل ايه لما ندخر ايه، وهكذا. في بقى تقسيمة حلوة قوي وبصراحة انا بحبها جدا. بيبقوا يقعد الزوج والزوجة ويبدأوا يشوفوا قدرتهم هما الاتنين على ان هما يديروا الاولويات في اتخاذ القرار في الماديات ده ايه. انا قدرتي في الادارة 1 2 3. مش عيب ابدا ان ممكن تكون زوجتك عندها القدرة في اتخاذ القرار وادارة المصروف احسن منك.
ايه المشكلة؟ نجرب يا سيدي، شهر مش هيحصل حاجة يعني، وديها مصروف البيت ونشوف قدرتها على الإدارة والتوفير والصرف في مكانها وبصورة منضبطة وجميلة وهادية وترضاها انت، والبيت ما تأثرش، وخططك اللي انت قلتها لها انك بتطمح انك توفر واحد تصرف واحد كده ما خليتش خالص بالاتفاق ده. واي نوت؟ ايه المشكلة يعني؟ خلي بالكم، الفلوس وسيلة ومش هدف. لو ما كانتش الفلوس دي انا بستعين بيها زوج وزوجة ان يبقى في استقرار عاطفي ومودة ورحمة وهدوء واطمئنان واستقرار جوه البيت، ما تزعلش مني، رصيدك في البنك ده انا بالنسبة لي يساوي صفر. اخر جملة، البيت ما بيتهدش بعدم وجود الفلوس، لا خالص. البيت بيتهد لما رصيدك في البنك يبدأ يتحول جوه البيت لساحة من الصراع، بدل ما يكون هو أصلا وسيلة أمان ودعم ليك ولرجولتك ولقوامتك جوه بيتك. الشراكة مفتاح أمان ليك ولزوجتك، والشفافية والوضوح والصراحة، وإن أنا أقعد يبقى فيه تفاهم وفيه حوار مشترك بيننا وبين بعض بهدوء وروية وإدراك وفهم. تأكد إن هو ده مفتاح الأمان ليك وليها وللأجيال اللي انتوا بتربوها. باي باي.